WWE World Championship rematch. What the? He's fighting! A man that can die at any given moment. And he just hit the skull-crushing finale! Oh! A pellet kick to Ambrose! On SmackDown Live! Ambrose with a dirty deeds on تعالوا كده مع بعض نكمل الحكاية ونشوف ايج ستايلز هيعمل ايه مع جون سينا ودين امبروز، وهل ذا ميز هيوافق على ماتش دولف زيجلر ولا لأ، والفايبر راندي اورتن هيعمل ايه مع براي وايت. فاعمل لايك وسبسكرايب على السريع وتعالوا نشوف الجزء الثاني من الطريق لنو ميرسي 2016. في الجزء اللي فات شفنا بداية العداوة الثلاثية بين جون سينا ودين امبروز وبطل WWE ايج ستايلز رسميا، وذا ميز اتهرم من دانيال براين ومش عايز يلعب على لقب القارات ضد دولف زيجلر، وراندي اورتن بعت رسالة لبراي وايت انه جاهز عشان يدفنه. اما في الجزء الثاني بيبدأ من ورا الكواليس، شفنا دانيال براين ماشي وفجأة جه قدامه ذا ميز ومعاه ماريس، وميز قال له احنا عندنا مشكلة، فبراين رد وقال له اكيد مش بسبب العقد الجديد بتاعك او دفاعك عن اللقب. فميز قال له لا، دي بالظبط المشكلة، ماتش اللقب. فبراين قال له انه ممكن يلغي الماتش عادي جدا، فميز اتبسط وقال له تمام قشطة، بس براين كمل كلامه وقال له نلغي الماتش عادي وكل حاجة، بس هنلغي عقدك كمان. وبعدين سأله اذا كان بص اصلا على العقد ولا لا، وفكروا بالمكتوب فيه، وبعدين قال له انه من حقك ما تدافعش عن اللقب الليلة، لكن في الحالة ديت عقدك هيتلغي، وساعتها هيبقى صعب جدا عليك انك تطلع تعمل الحاجة اللي انت اصلا ما تقدرش تعيش من غيرها. وبعدين سابه ومشي. وبعد شوية شفنا دين امبروز وهو بيجهز نفسه قبل المين ايفنت عشان هيقابل جون سينا في الحدث الرئيسي. وبرضو بعد شوية لقينا دولف زيجلر واقف مع رينيه اللي سألته عن آخر فرصة ليه على لقب الانتر كونتيننتال الليلة، فزيجلر قال له انه لازم يدي كل اللي عنده 100%، واعترف انه ما كانش بيكسب آخر فترة، بس ده سماك داون لايف واي حاجة ممكن تحصل فيه عادي جدا، كل شيء مباح. وبعدين اتكلم عن ذا ميز وقال انه متعلق باللقب بتاعه بأي طريقة، وعمال يحاول يثبت انه لسه ليه مكان هنا. انا اصلا ما كانش المفروض ابقى بطل عالم في يوم من الايام، ومع ذلك انا عملتها. واكد انه عايز يسكت ذا ميز نهائي وياخد منه اللقب الليلة مهما حصل، وخلصت الفقرة على كده. وبعدين رحنا الماتش لقب الانتر كونتيننتال ذا ميز ودولف زيجلر، والماتش ده كان واحد من احلى الماتشات في العرض ده، ولكن حصلت فوضى في الاخر عشان ذا ميز خد الحزام وبدأ يمشي بيه، لكن زيجلر جري وراه عند الحلبة وخبطه بكتفه في السلالم، وبعدها رجعه للحلبة تاني. وفي الوقت ده الحكم شال الحزام من الحلبة، وفي وسط كل ده ذا ميز استغل اللحظة ورش مثبت الشعر في وش زيجلر، وبعدها على طول خلصها بسكال كراشن فينالي وثبته وفاز بالمباراة وحافظ على بطولة الانتر كونتيننتال. وكده ذا ميز فاز من جديد على دولف زيجلر لتاني مرة بنفس الطريقة. بعد كده بنروح لماتش بين راندي اورتن وايريك روين، والماتش ده حصل بسبب ان ايريك روين هاجم على راندي اورتن الاسبوع اللي فات، والماتش ده كان معروف هيخلص ازاي، وفعلا اورتن خلصها باركي او وفاز بالمباراة عادي جدا. لكن بعد الماتش على طول النور قطع فجأة في القاعة كلها، ولما النور رجع كان في سبوت لايت على الحلبة، وشفنا ماسك ايريك روين مرمي جوه الحلبة، وفجأة ظهر براي وايت على الشاشة وهو بيسقف لراندي وبيقول بسخرية راندي اورتن يا سادة يا كرام. الأفعى ضربت من جديد، وكمل وقال ان راندي اورتن في الاخر مجرد انسان، والانسان ممكن يموت في اي لحظة، لكن هو استغفر الله العظيم يا رب مش عارف اقولها ازاي، وقال لك ان انا اله والاله عمره ما بيموت، يعني ما اقدرش اقول غير استغفر الله بجد يعني. المهم ملناش دعوة بيه. المهم في اخر الجملة براي بص للكاميرا وقال كلمة واحدة بس، اهرب، وخلصت الفقرة على كده.
بعد كده ورا الكواليس شفنا ايجي ستايلز وهو بيلمع حزام الدبليو دبليو اي، واتسأل عن العداوة اللي بينه وبين جون سينا ودين أمبروز اللي هيواجهوا بعد الليلة في الحدث الرئيسي. فستايلز قال انه اصلا كسب الاتنين قبل كده ومفيش اي عداوة حقيقية بينهم، وقال بثقة انا متفوق عليهم بكل الطرق. وكمل وقال ان السبب الوحيد اللي خلاهم يعملوا ماتش تريبل ثريت هو انه مش لازم يتثبت هو شخصيا عشان يخسر اللقب. وفي النهاية قال انه ناوي يقعد مستريح النهاردة ويتفرج على سينا وامبروز وهم بيدمروا بعض في الحدث الرئيسي. وفعلا بعد كده بنروح للحدث الرئيسي، ماتش جون سينا ضد دين امبروز. وبداية الماتش كانت سريعة جدا، الاتنين حطوا على بعض حرفيا، لكن في الاخر فجأة دين امبروز بيخلصها برول اب بعد ما سينا كان هيعمل له الاي اي، ولكن امبروز هو اللي بيخلصها وبيفوز بالمباراة. وسينا ما كانش مصدق اللي حصل. وبعد الماتش شفنا امبروز وهو بيحتفل، وبرضه زي ما قلت لكم سينا كان قاعد بره ومصدوم من اللي حصل. ولكن فجأة ايجي ستايلز بيظهر من العدم، بينط من على الحاجز ويعمل حركة سبرينج بورد لسينا وبينسفه بره الحلبة، وبعدها بيدخل الحلبة بسرعة وبيضرب امبروز ببيلي كيك جامدة جدا، وفضل يزعق ويقول ده لقبي وكلكم عارفين كده. ولكن فجأة بيدخل دانيال براين وقال ان اللي حصل كان فينومينال. وبعدين فكر الناس ان شين ماكمان كان وعد دين امبروز الاسبوع اللي فات بري ماتش على بطولة الدبليو دبليو اي، فبراين اعلن رسميا ان الري ماتش بينهم هيحصل الاسبوع الجاي في سماك داون لايف. لكن اول ما ستايلز لف امبروز رجع له بسرعة وضربه بديرت ديدز قوية جدا، وبعدين قال له اشوفك الاسبوع الجاي، وبيخلص العرض على كده. يعني كده زمز سمع كلام دانيال براين ولاعب دولف زيجلر على لقب القارات وكسب، بس كسب بالغش، فاكيد هيكون في كلام تاني بعد كده. وبرضو راندي اورتن بيثبت لتاني اسبوع على التوالي لبري وايت انه جاهز عشان يدخلوا حلبة واحدة. ودين امبروز عرف انه يهزم جون سينا، ولكن ستايلز هجم عليه فكان لازم يتعاقب، والعقاب جه من دانيال براين واجبره على الري ماتش ضد دين امبروز في عرض سماك داون الجاي. واكيد ايج ستايلز خاف عشان ما يدخلش نو ميرسي وهو الدبليو دبليو اي تشامبيون، فعشان كده الجزء الثالث هيكون مولع على الاخر. انا عارف ان الجزء الثاني النهارده كان قصير، لكن الجزء الثالث هيكون فيه احداث حلوه واحداث مهمه جدا، فلازم تتاكد انك مفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديو اول ما ينزل. وبس كده، ما تنساش بقى تقولي رأيك في اللي حصل في الجزء التاني، وايه اكتر عداوة شدتك لحد دلوقتي. قولي رأيك في الكومنتات. وبس كده، لو وصلت لحد هنا ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس على اولى وكل عشان يوصلك كل جديد. وبس كده خلص الكلام، واحلى سلام على جيش راس الاسلام.